عادي عادي. يعني هو انت كنت مستني حاجه؟ يعني انت كنت بتتفرج على الماتش ومستني مثلا ان الاهلي يتعادل او ان يحصل حاجه؟ والله العظيم ابدا. طب والله شابوه، هو والله العظيم شابوه لعيبه الاهلي، ان بعد كل اللي حصل لهم في الدوري ده قدروا ان هم يرجعوا تاني ويحطوا نفسهم على مقدمه الدوري، حتى لو ب 18 نقطه مع المصري والزمالك، وفاضل لهم ماتش كمان. لو كسبوا الماتش دوت يتصدروا الدوري. شيء طبيعي وبديهي ان لما تجيلك الفرصه تقدر تستغلها وتحاول تفوق وترجع، عشان انت فرقه كبيره. مش لما تبقى في القمه اصلا والدنيا ماشيه معاك كويس وانت احسن بكتير وانت فايق والدنيا مستقره تروح موقع نفسك بنفسك. ده بقى الفرق بين الفرقه اللي داخله عايزه تكسب بطوله وبين الفرقه بتضيع الفرصه من ايديها والفرصه في ايديها هي. يعني انت الفرصه معاك انت وبترميها لغيرك عشان غيرك يستفيد بيها. اللي بيحصل النهارده ده المنطقي والطبيعي، انك النهارده ما تكسبش خلاص طبيعي. انت نزلت تعادلت طبيعي جدا. الاهلي هينزل بكل قواه وبكل حب وبكل شغف، هيكسب الماتش بكل سهوله، هيبقى عايز يتصدر، عايز يمسك في الفرصه. شيء بديهي جدا. اما احنا بقى خلينا عايشين في فيلم الف مبروك بتاع كل يوم دوت، اللي هو نصحى كل يوم نخسر نقط ونخسر ماتشات ونيجي في اخر الدوري نقعد نقول ياه دي كانت قريبه، ده اسهل دوري ضاع مننا، حرام والله العظيم. خلينا احنا بقى نصيح مع بعض.